إن كانوا يتصورون أن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في عباد الله لون من ألوان الشرك، يعني كأن الرحمة أتت من عند الله ومن عند رسول الله، هذا سوء فهم عجيب، سوء فهم عجيب. قلت إن الراحمة هو واحد، هو الله عز وجل، والذي مكن محمدا من الشفاعة من هو الله، والذي أدخل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة بأمته بل بعباد الله جميعا من هو الله. فالله هو الذي ألهم محمدا أن يشفع، والله هو الذي أذن له بالشفاعة، هي رحمة رب العالمين، لكنها مكرمة ادخرها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن ننزه ربنا عن المثال وعن النظير. نعم. ولكن للتقريب نقول لو أن قائدا كبيرا رئيسا جليلا عظيما، نعم، هنالك أناس من رعيته استحقوا العقاب بسبب ما، هذا القائد وهذا الرئيس يريد أن يبرز محبته لبعض من أعوانه ولبعض من حاشيته. كيف يبرزها؟ يأتي بهذا الإنسان ويوحي إليه أن يشفع له، فيشفع لهؤلاء الناس، فيستجيب هذا الرئيس أو هذا الملك أو هذا القائد بذلك. الواقع أن الذي عفى من هو الملك أو القائد، لكنه يريد أن يبرز محبته لهذا الإنسان الذي هو واحد من حاشيته أو واحد من أعوانه. المسألة في فرق بين أن يكون الإنسان مع الله وبين أن يكون بالله. المعية غير واردة، ما في غير واحد، لكن بالله كل شيء بالله، يعني بواسطة الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته ليست رحمة مع رحمة الله، ولكن رحمته بالله سبحانه وتعالى. مسألة واضحة جدا جدا. كذلك اليوم نحن عرفنا دلائل إكرام الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة من القرآن ومن الأحاديث، ولا سيما حديث الشفاعة الكبرى موجود في الصحيحين، عرفنا ذلك. طيب، فإذا عرفنا ذلك وخاطب أحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ليس لي يوم القيامة من ألوذ به سواك، فكن جارا لي من سوء حالي، نعم ارحمني وادخلني في شفاعتك. هل هذا شرك؟ بعد أن عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع في أمته، سيكون شفيعا في أمته. نعم، شيء طبيعي أن أسأل الله وأن أقول لرسول الله عندما أزوره: يا رسول الله، أدخلني في شفاعتك يوم القيامة. الإمام البوصيري من قبل بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، بسبب قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامل. الكلام صحيح. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، لأنك قلت أن الناس يتجهون إلى آدم فيصرفهم عنه، يتجهون إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى. كل الأنبياء يصرفون هؤلاء الناس عنهم، ويتبين أنه لا ملاذ لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البوصيري لم يفعل أكثر من أنه ردد ما قاله رسول الله: يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك، لأنك قلت ذلك في الحديث: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، يعني يوم القيامة. البوصيري عندما يقول هذا الكلام إنما يقوله لرسول الله، لأن الله شفعه في أمته، لأن الله أعطاه هذه المنزلة، أعطاه المقام المحمود. نعم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى كما سأل الإمام البوصيري أن يدخلنا في شفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. بل نقول لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدركنا بهذه الشفاعة وأدخلنا فيها يوم لن نجد شفيعا لنا بين الرسل والأنبياء سواك. شيء طبيعي. نعم. وهذا غاية التوحيد، أن نؤمن أن الرحمة مهداة من عند الله، لكن الله شاء أن تكون هذه الرحمة بواسطة رسول الله. نعم.